قال له هذا الرجال: من أبوك ومن أنت علشان تطلع معي في قدام السيارة؟ استحقار واستخفاف واستنقاص لأبعد الحدود. وقام وأطلق عليه 4 طلقات نارية حتى فارق الحياة. أطلق عليه النار وقتله أمام رفاقه وأمام أصحابه اللي كانوا أكثر من 20 واحد. العيب ما هو على هذا القاتل، لأن القتل يعتبر جريمة كبيرة جدا، والأشياء الثانية تعتبر حاجات بسيطة بالنسبة لقاتل مثل هذا الرجل. العيب هم على رفاقه اللي كانوا أكثر من 20 واحد ولا تحرك لهم أي ساكن. العيب على أصحابه اللي رافقوه واللي سافروا معه واللي بينه وبينهم عيش وملح، ولكن مع الأسف الشديد كان الغدر وكانت الخيانة الكبرى من رفاقه اللي ما قدموا له ولا ساعدوه ولا وقفوا معه في أي شيء. هذه هي قصة المغدور سالم بن حسين الخضيري اللي سافر من محافظة البيضاء إلى الحدود اليمنية السعودية. قرر أنه يدخل إلى المملكة العربية السعودية لكن بطريقة غير نظامية وغير شرعية، وكان برفقته مجموعة من الأشخاص، منهم من كان من منطقته ومنهم من كان من مناطق ومن محافظات يمنية أخرى. لما وصل سالم ورفاقه إلى الحدود ووصلوا عند هذا المهرب، قال سالم لهذا المهرب أنه مريض وأن عنده أحد الأمراض المزمنة، فلو يسمح له أنه يجلس في أحد المقاعد الأمامية علشان مريض. ولكن مع الأسف الشديد هذا الرجال بكل عنجهية وبكل تكبر قال له: من أنت ومن أبوك علشان تجلس في هذا المقعد الأمامي؟ بعدها سالم قال: خلاص بجلس في صندوق السيارة. ولكن الرجال قال: ممنوع نهائيا تطلع في سيارتي. حاول الناس اللي كانوا معهم أنهم يوقفوا هذا المشكلة بينهم، ولكن هذا الرجال أخذ سلاحه الناري وأطلق على سالم 4 طلقات نارية حتى فارق الحياة. القصة هذا والواقعة هذا حصلت أمام رفاقه وأمام الناس اللي سافر معهم لبضعة أيام، وأمام الناس اللي المفروض أنهم يوقفوا معه ويساعدوه في هذا المصيبة اللي حلت عليه. ومع الأسف الشديد بعد هذه الجريمة تركوا سالم في هذا الوديان، وحتى جثة سالم ما دفنوها ولا قبروها ولا فعلوا له أي شيء. وحتى بعض رفاقه حاولوا أنهم ينزلوا من السيارة ويساعدوه، ولكن منعوه رفاقه الآخرين اللي ما عندهم نخوة ولا عندهم كرامة. فاحذر خويك 1000 مرة ومرة، لأن الخوي في بعض الأحيان غدار، يحسسك بأن الوفاء هو مقره وأنه على يمناك لو صار ما صار، يطعنك طعنه بالظهر مستقرة يجعل أثرها تحرقك حرقة النار.